السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كان بخير. تشوفوا الفيديو تاع النهار اليوم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو. هذه الوصفه اول حلويات العيد، على بالي عندي مده واحد 4 ايام راني غايب شويه على اليوتيوب. رانا مع حلوه تاع العيد. نقول لكم ان شاء الله راح نبداو بهذه الحلوه الاولى، وهي هذه حلوه الروشيه. سميتها حلوه الروشي، تشبه معناتها تقدروا تقولوا الروشيه على حسب الشكل تاعها، عطيت لها الاسم هذا. حلوه مزيج بين البراوني والكراميل والشوكولا. يا ودي حلوه بنينه راقيه وسهله، وعلى بالي لو كان تجربوها ما راحش تبدلوها ورايحين ديروها للعيد. وهذه قلت لي نبدا بها اول حلويات العيد. الحاجه الاولى يا جماعه نقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم اي جديد. المقادير كامل تلقاوهم بالتفصيل مكتوبه تحت الفيديو في صندوق الوصف. الحاجه الاولى يا جماعه في ريسيبيون رايحين نحطوه فوق حمام مائي. واش نجي ندير فيه 250 غرام تاع المارغرين، ونزيد ندير معاه 200 غرام تاع الشوكولا السوداء. نحطهم ديريكتومون فوق ان بامارين ونخلوهم يذوبوا. في ريسيبيون واحد اخر نجي نصفي 250 مليلتر 250 غرام عفوا تاع الفارينه. رايح نزيد ندير معاها 2 مغارف كبار يكونوا تاع الكاكاو البني. جماعه من الافضل الكاكاو البني يكون نوعيه جيده والذوق تاعو بنين. سيو كيفاش اللي يبيع الميزان هذاك قولوا له اسك تاع لامبورطاسيون ولا لا. هنا كما راكم تشوفوا جماعه نزيد ندير معاهم 2 مغارف كبار تاع المايزينا، ورايح ندير ملعقه صغيره تاع خميره الحلوه، ما تكثروش بزاف، قيس ملعقه صغيره هكذا، ونغربل كامل النواشف تاعي. هنا كما قلت لكم الفارينه 250 غرام، تلقاو المقادير كامل مكتوبه في صندوق الوصف. هنا زدت حوالي 100 غرام الى 150 غرام تاع الجوز يكون مكسر بهذه الطريقه، ونخلطو مع النواشف تاعي. هنايا بعد ما نخلط كامل هاد النواشف واش نجي ندير، نروح نحطهم بجيه ونروح نجيب ريسيبيون واحد اخر. واش حندير فيه؟ لا قبل ما نوريكم الريسيبيون نوريكم هاي ليك الشوكولا تاعي مع المارغرين بعد ما دابت. نخليها بجيه ونخليها حتى وين تدفالي مليح. معناتها لازم يكون المزيج تاعنا دافي، ما يكونش المزيج سخون بزاف باش تنجح لنا الحلوه تاعنا. هاي ليك جماعه ريسيبيون واحد اخر واش راح نحط فيه. رايح ندير فيه 4 حبات تاع البيض مع لافاني قسم ملعقه صغيره، ونزيد ندير معاه حوالي 120 غرام تاع السكر العادي. نطلعهم مليح بالباتور بهذه الطريقه حتى نتحصل على قوام يكون بيض وطالع. دوك تشوفوا القوام تاعي عادي، معناتها كي نخدموا الحلوه كامل نطلعوا فيها البيض مع السكر باش نحصلوا على داك القوام اللي يجي طالع عفوا. هكذا جماعه كيما راكم تشوفوا. هاوليك القوام تاعي بعد ما تحصلت عليه نحبس بالباتور. واش نروح نجي ندير؟ نبدا نضيف النواشف تاعي. الحاجه الاولى ما تنساوش قرصه ملح في النواشف، نسيت باش نوريها لكم. النواشف تاعي ندخلهم على 3 خطرات، معناتها ندخل الدفعه الاولى، بعدك الدفعه الثانيه، بعدك الدفعه الثالثه. شوفوا طريقه المسج تاعي كش راهي من الفوق للتحت بلا ماغيز، من الفوق للتحت بهذه الطريقه. ما تنسيو كيفاش ما تهبطوش هذاك البيض تاعكم، نسيو الماكسيموم ما نهبطوش، معناتها اذا هبط لكم نتوما سيو الماكسيموم باش ما تهبطوش. هنا نضيف الدفعه الثانيه ونكملها حتى وين نوصل للدفعه الثالثه بهذه الطريقه. جماعه حلوه على بالي راح تعجبكم. نبدلوا شويه الحلويات، على بالي باللي بزاف نديروا حلوه زعما كيما صابلي، على بالي هذوك لازم يكونوا حاضرين، مي نبدلوا شويه حلويات واحد اخرين. هذه الحلوه انا صراحه تقدروا ديروها قبل العيد زعما ب5 ايام، ولا تقدروا تخبوها عادي ما كاش بروبليم. كيما راكم تشوفوا جماعه هنايا هذه الطريقه. وكاين جماعه الناس ما يحبوش يخدموا الحلوه من قبل، كاين احنا في الدار والناس انا لو كان ما نجيش نصور ولا الحلوه تاع العيد تخدم في اليومين الاخرين تاع رمضان، معناتها اليومين الاخرين تاع رمضان تخدم الحلوه، نحبوها شغل فريش شويه. مي انا العمل تاعي باش نوري لكم الوصفه ولا نوري لكم الاخر لازم نوجدوا من قبل 15 يوم، قبل 10 ايام، المهم نوجدوا. هنا بعد ما دخلت مليح هذوك النواشف نروح نجيب الشوكولا تاعي مع ديك المارغرين بعد ما دفاولي، ندخلهم على 2 دفعات. دخلت الدفعه الاولى، بعد ما ندخلها مليح نزيد ندخل الدفعه الثانيه. كيما راكم تشوفوا هنا بهذه الطريقه، حاجه سهله مهله. وشوكولا نوار ننصحكم ديروا شوكولا نوار، انا درت امباسادور نوار هي اللي تجي بنينه في هذه الحلوه. كيما راكم تشوفوا هنا يا جماعه ندخل ثاني الدفعه الثانيه بنفس الطريقه بلا ماغيز من الفوق للتحت هكذا باش نقعدوا محافظين. ولازم تتاكدوا باللي المكونات كامل تمزجوا لكم مليح. شوفوا بهذه الطريقه المكونات لازم يكونوا كامل، تاكدوا مليح بلي تمزجوا مليح. هكذا جماعه كيما راكم تشوفوا نكمل نخلط كامل المكونات تاعي، والمزيج تاعي راه واجد. انا دوك نروح نحطو في لابوش باش تجيني الخدمه تاعي سهله. ودوك نحكي لكم على لي مول تاع السيليكون اللي استخدمتهم انايا.
دوكا ليمون تاع السيليكون كل واحد واش عنده في الدار. حنا المهم نسحقوا مول سيليكون يكون سامبل، ما فيهش الزخرفات، ما يكونش مزخرف بزاف، معناتها كاري، مربع، مستطيل، مدور، كيما تحبوا نتيا ولا كيما تحب نتايا الا كنتو في الفيديو على بالي يتبعونا نساء ورجال. ها ملي كاين يا جماعه شوفوا ليمون سيليكون، ما حبيتش انا نديرهم بزاف كبار، علاه الحلوه براوني فيه الكراميل فيه الاخر، راني حابكم زعما كي تاكلوا الحبات تبنوها ماشي تقهمكم ولا على بها. نحب ندير حبه هكذا صغيره كيما راكم تشوفوا، نجي نعمر بلابوش اسمه ليمون تاع السيليكون تاعي بهذه الطريقه جماعه كيما راكم تشاهدوا. نعم ما تعمروهمش للفوق، معناتها غير تقدروا تقولوا خلوا هكذاك واحد الربع ولا، خاطش راح تزيد تتنفخ شويه هي في الفرن بهذه الطريقه. كملت عمرتهم، بعد ما نعمرهم من الافضل انكم تخبطوهم مليح هكذا مع هكذا مع البلون دو طرافاي باش يدونا شكل شباب جماعه كيما راكم تشوفوا، ويجونا كامل مسطحين. ولا تقدروا تزقموهم بالمغرف من الفوق. دخلوهم على فرن يكون مسخن من قبل على 180 درجه حتى وين يطيبوا يتنفخوا وينشفوا، يولي لنا بهذه الطريقه. ما تخلوهمش حتى وين يتحرقوا لكم من التحت، معناتها غير تشوفوا طلعوا نشفوا جبدوهم، خاطش البراوني كيما على بالكم يجي غير يبرد يشد روحه. هاوليك البسكويت تاعي بعد ما طاب. هنا نروح نجيب الشوكولا تاعي، ذوبت 250 غرام شوكولا اولي مع قطعه تاع الشوكولا سوداء قطعتها ونحطها فوق ان باماغي حتى وين دوبلي كامل. هنا نروح نجيب الكراميل تاعي. شوفوا جماعه بالنسبه للكراميل، توبي كراميل هو انجح كراميل تقدري تخدمي به سيداتي، ولا نتاك تشوفيه انجح صراحه، نقول له صراحه معناتها راهو كراميل شاد روحه. احنا في الحبه تاع الحلوه واش يهمنا انه الكراميل يجي شاد روحه، علاه باش اون سي جامي درتوه في حشو ولا درتوه في كشمه حاجه، ماشي داك الكراميل اللي يجي سايل ولا. ما دوك تشوفوا انا كش نخدم بالحبه تاعي راه نخدموا به بزاف قبل هذا الكراميل، والناس على تعرفوا على بالي بلي تعرفوا. شوفوا نجي ندير في الوسط، ما نوصلوش حتى لي كوتي، ما نوصلوش حتى وين تخلص الحبه، نديرو غير في الوسط بهذه الطريقه. وما من الكوت تاعو شباب، اللون تاعو شباب، كل حاجه فيه مليحه، وكما قلت لكم يجي متماسك ماشي هذاك اللي يجي تالق روحه. نروح نجيب هذه القطعه تاع الشوكولا اللي يتباعوا بالميزان، هادو نورمالمون تاع الجزيريه وقيلات، نورمالمون تاع الجزيريه يتباعوا بالميزان هكذا. كما راكم تشوفوا نجي نحط هكذا الحبيبات فوق الكراميل، نجي هكذا نستف حبيبات فوق الكراميل تاعي. شوفوا بلي راه متلاصقين مليح. وندوب شوكولا جماعه كما قلت لكم. الشوكولا تاعي بعد ما تذوب راح نضيف لها زوج مغارف يكونوا كبار تاع الزيت، زوج مغارف يكونوا كبار تاع الزيت باش تجينا خفيفه وما تجيناش هذيك الشوكولا اللي تجي ثقيله ويابسه بزاف. هكذا نسي نمشي كامل الحبات تاوعي بهذه الطريقه، معناتها حلوه راح تجيكم راقيه شابه هايله، على بالي راح تعجبكم وراح نجربوها وتنال اعجابكم. مازال حلويات اخرى ان شاء الله راح نشاركها معاكم. هاوليك الشوكولا تاعي بعد ما داب وضفت له زوج مغارف كبار تاع الزيت. شوفوا شحال يجي شباب، درت له زوج مغارف كبار تاع الزيت باش تعطينا ديك اللمعه وتجينا خفيفه وتجينا الكلاصاص تاعنا يكون شباب هكذا بهذه الطريقه. نكملوا بنفس الطريقه هكذا جماعه كما راكم تشوفوا، ونخلطوا مليح الشوكولا تاعنا مع هذاك الزيت. هاوليك الكلاصاج تاع الشوكولات تاعنا جماعه. عفوا انا ندير له غير الزيت، خاطر الجماعه يقولوا لي بزاف غانوك دير الكلاصاج تاعك يجي بزاف شباب. هو عادي معناتها غير الزيت وتذوبوه مليح. هكذا نقلاصي الحبات تاعي بهذه الطريقه، نقطرهم مليح، نخبطهم مليح بهذه. انا نحب بهذه لالوش، ماشي لالوش نسيت اسمها، راح لي اسمها. المهم نخبطهم مليح هكذا حتى من تطيح لي كامل هذيك الشوكولا، ما تخبطوش مليح. اذا شفتوا الكراميل تاعكم متلق شويه، دخلوا الحبات تاعكم للفريجيدر واحد نص ساعه باش تبداو تقلاصيو فيهم هكذا، وتزينوهم بهذه الطريقه، وتزينوهم بشويه على فيدور، ديروهم في الكيسات شابين، وتقدموهم بصحتكم. وفي وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.